أهلا وسهلا فيكم من جديد. اليوم جايبت لكم وصفة من أطيب وأخف الأكلات، كفتة الدجاج المشوية بالفرن. هالوصفة مميزة بطراوتها ونكهتها اللي بتذوب بالثوم. السر كله بالتتبيلة البسيطة بس الطعم فاخر من الآخر، من غير لا فحم ولا تعب، بس بالفرن والنتيجة بتشهي. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة وخلونا نعملها سوا على أصولها. أما المكونات اللي راح نعتازها هي صدر الدجاج، بندورة، فليفلة، بقدونس، بصل وثوم، والبهارات والزيت، دبس الفليفلة ودبس البندورة. هلأ بدنا نطحن المكونات. الفليفلة مع الثوم مع البصل بالأول بنطحنهن سوا ونخليهن لحال، بعدين بنطحن البقدونس مع البندورة كمان بنخليهن على جنب. بعد هيك أنا نسيت أضيف إنه في نص حبة ليمون بالمكونات. حنحط نص حبة ليمون ورح نبلش نطحن بالفروج عنا. أنا مستخدمة صدر الدجاج طبعا لحتى نخلص كل الكمية. بس نخلص كل الكمية نضيف عليها البهارات والإضافات الثانية اللي لازم نحطها. البهارات هون عنا طبعا حسب الكمية بنقدر كمية البهارات، بس البهارات الأساسية هي ملح، فلفل أسود، كزبرة يابسة، بابريكا، والبهارات المشكلة، والزنجبيل، والقرفة. هلأ هون المكونات يلي فرمناها على جنب رح نحاول نعصرها كثير كويس من المي، ما لازم نخلي فيها مي أبدا. نعصرها وبنحطها فوق المكونات عنا. هلأ بدنا تقريبا فنجان صغير زيت نباتي مثل ما شايفين، وبندعك كل المكونات مع بعض كثير كويس. هون ما شاء الله بعد ما خلصت شوفولي النتيجة، ما شاء الله ريحة التبلة لا توصف. هلأ هون أنا عندي أعواد خشب ناقعتهم بالمي قبل الاستخدام لأنه بدي أدخلهم على الفرن مشان ما يحترقوا عنا. راح نغط إيدينا بالمي ونبلش نشكلهن بالشكل يلي بدنا إياه. حطيت أول وجبة بالفرن، وهون عملت خبزة المشاوي اللي ما في غنى عنها. حطيت عليها البيواز مثل ما شايفين، وهلا تعالوا نشوف شو صار فين بالفرن. شوفولي ما شاء الله النتيجة والتحميرة واللون، طعم خيال ولون بجنن. هون حبايبي بعد ما خلصنا ما شاء الله كل الكمية ضليت أساوي فيهن لحتى خلصوا كلياتهن. شوفوا هاي الأصابع الصغيرة أنا بعملها لأولادي، بحبوها بهذا الحجم، هيك صغيرة يعني كيوت على حجمهم. هون رح شغل بهاي الأثناء فحمة، بدنا ندخنهم لحتى نحس إنه نحنا كأننا عاملينهم على المنقل، يعني اللي رح يذوقهم عندكم ما رح يميز إنهم بالفرن. شوفولي ما شاء الله على هالصفة وعلى هالأكابرية وعلى هاللون، ما شاء الله شي فاخر من الآخر. أنا طبعا شويت معهم شوية بصل كمان، وشويت شوية بندورة كمان بالفرن، بيطلعوا بجننوا طعمتهم دمار، وما بتميزوا إنه كان على الفحم أو بالفرن. شوفوا ما شاء الله الطراوة والسأسأة والنغنغة شي بجنن. وهاي كانت وصفتنا لليوم، مثل ما شفتوا كفتة الدجاج المشوية أو الكباب المشوي بالفرن. إذا جربتوها من قبل خبروني رأيكم بالتعليقات، وإذا ما مو مجربينها بتمنى تجربوها، صدقا راح تدمنوها، راح يحبوها أولادكم كثير كثير. وما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد من أكلاتي الطيبة. بشوفكم بوصفة جديدة إن شاء الله، وصحة وألف عافية. سلام.